السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده معانا فيديو جديد ومعانا منتجات مصريه وجميله زي ما انتم شايفين كده وكلها جديده. وطبعا معانا بس اجدد حاجه وهو معانا اللي هو الجاكور بالذره الحلو ده. بصراحه اول مره اجربه وهنجربوه مع بعض النهارده. طبعا معانا من اول المنتجات كلها معانا شيبسيكو بطعم الفراخ، وطبعا قلنا جاكور بطعم الذره الحلو، ومعانا فوكس طبعا بطعم الفلفل الحلو، ومعانا كمان لونج توبس بالفلفل الحلو برضو، ومعانا تايجر بطعم الكباب، ومعانا جاكور بطعم الليمون الحلو، ومعانا طبعا محبوب الجماهير وهو التوي ستيكي او بزياده. وفي ناس بتقول ان هو بيكسب دهب، هنشوفوا الرد فعل الناس لما نشوفه هو بيكسب دهب ولا لا. ومعانا طبعا كارليتو نوعين، ومعانا فوكس طعم الفلفل الحار، ومعانا كمان فوكس بوب كورن. وطبعا دول الاتنين حراقين، طبعا انا من محبين الحراق، واللي بيحب الحراق زيي يكتب في الكومنتات تحت. والان حان وقت السناكات. منتج معانا وهو بوب كورن من فوكس طعم الفلفل الحلو، وطبعا دلوقتي هنفتحوه ونشوفوا شكله عامل ازاي من جوه. يلا بينا ندوقه ونشوفوا طعمه عامل ازاي. طعمه حلو، بس ده للي بيحبوا مثلا الحاجة تكون مسكرة زي ما تكوني بتاكلي باربيكيو كده بس حراق سنة. هياخد تقييم معانا 8/10 لان طعمه حلو، بس لمحبين الشيبسي اللي هو بيبقى مسكر شوية. منتج معانا وهو فوكس، وده طعم جديد برضو بالفلفل الحار. يلا بينا نجربه ونشوفوا طعمه عامل ازاي. ويلا بينا ندوقوه ونقيموه. هياخد معانا 7/10 لان هو مكتوب عليه ان هو بالفلفل الحار، وهو شيبسي بالملح عادي جدا، مفيهوش اي نكهة حرقية. منتج معانا وهو فوكس شيبسي بطعم الفلفل الحلو، ويلا بينا نجربوه ونشوفوا طعمه عامل ازاي. يلا بينا ندوقوا طعمه. بصراحة يعني طعمه جميل، بس مش ده طعم الفوكس اللي احنا متعودين عليه. وبالنسبة لطعمه فهو تحسين ان هو مسكر شوية، فاحنا هندوله تقييم 8/10. يلا معانا المنتجين الجديد في السوق. معانا النهاردة منتجين من كارليتو، ناتشو وبافز، وهنجربه اول حاجة معانا وهي الناتشو. هنفتح الناتشو وندوقه طعمه، طبعا زي ما احنا قلنا بالفلفل الحلو. ويلا دلوقتي هنجربه طعمه. صراحة هو طعمه حلو جدا، و طعمه فلفل بس تحسوا ان هو مسكر شوية. وطبعا بالنسبة لطعمه وان هو منتج لسه جديد في السوق فبصراحة يستاهل 8/10. ومعانا كارليتو بافس، وده بطعم الجبنة الكريمي. ويلا بينا دلوقتي هنجربه. وحان الآن وقت السناك. بصراحة هو طعم حلو جدا، وكمان نكهة الجبنة مش اللي هي عالية قوي ولا واطية قوي،
في المتوسط، وتحسي كده ان انتي مستمتعة وانتي بتدوقي طعمها، فبصراحة هديله 9/10. معانا جاكور، ومعانا كمان الجاكور العادي بتاعنا اللي هو طعم الليمون الحلو، ومعانا الجاكور الجديد اللي هو بالذرة الحلو، وهنشوفه هنجربه اهني الاول. طبعا اخترنا اللي بالذرة الحلو، ويلا بينا نجربه. ده شكله من جوه يا حبايبي، ويلا بينا نجربه الطعم بتاعه. بصراحة ادي تقييم 7/10، لان طعم الجبنة فيه مش باين، وكمان ما تحسيش ان هي جبنة، بل هي تحسيها ان هي داخلة على فلفل حلو اكتر ما هي داخلة على جبنة. الجاكور اللي بالليمون الحلو، ودلوقتي هنجربوه. وده شكله من جوه يا اصحابي، ايه رأيكم فيه؟ ويلا بينا نجربوه وندوقوا طعمه. بصراحة انا هديله تقييم 7/10، لان بصراحة الطعم مش واضح فيه قوي. لونج توبس، وده بطعم الفلفل الحلو. ده شكله من جوه يا اصحابي، ايه رأيكم فيه؟ نجربوه ونشوفوا طعمه عامل ازاي. بصراحة يا جماعة طعمه حلو جدا، وكمان القرمشة بتاعت البوفس فيه طعمها جميل، وكمان بتقرمش معاكي. وبصراحة هديله تقييم 9/10 لانه يستاهل. عايزة اقول لكم تفصيلة صغيرة، على قد ما هو حجمه كبير على قد ما هو سعره جميل جدا. وبصراحة انا اول ما شفته في المحل وسألت الراجل عن سعره، بصراحة اتصدمت، ما شاء الله كميته كبيرة على سعره، وسعره هو 5 جنيه. شركتين مصريتين، واول شركة معانا هي شركة شيبسيكو، تاني شركة معانا هي شركة تايجر. وطبعا اللي بيحب شركة شيبسيكو يكتب في التعليقات شيبسيكو، واللي بيحب تايجر يكتب في التعليقات تايجر. ويلا بينا هنجربه اول منتج معانا منهم. اول منتج منهم وهو تايجر، ويلا بينا نفتحه. ايه رأيكم في الشكل من جوه يا اصحابي؟ يلا بينا ندوقه. بصراحة طعمها حلو جدا، وخاصة ان الكباب واضح في الطعم جدا، ولكده انا هديها 9/10. وتاني منتج معانا وهو منتج شيبسيكو، وطبعا ده بطعم الفراخ. يلا بينا نجربه. شكله من جوه يا اصحابي، وقولوا لي في التعليقات ايه رايكم في الشكل وفي اللون وفي الكميه. ويلا بينا ندوقه. قبل ما ندوقه نسيت اقول حاجه، اللي بيحب شيبسيكو يكتب في الكومنتات شيبسيكو، ولو لقيت كميه كبيره من الناس كاتبين شيبسيكو هعمل حلقه خاصه عن شيبسيكو. بصراحه هو انا هديله 7/10، لان طعم الفراخ مش باين قوي فيه. ومعانا مسك الختام، وطبعا ده حبيب الجمهور والباكو المنتظر. وطبعا في ناس ياما قالت بيكسب دهب، وفي ناس قالت بيكسب غوايش وسلاسل وحاجات حلوة، فاحنا النهاردة قررنا نجربه. نفتح ونجرب ونشوف طلع لنا ايه هدايا. لحظة، شفت حاجة، بصوا. طبعا هو بيبقى فيه بيبقى مزيت كده من بره. وطبعا يلا بينا نشوفوا الهدية اللي طلعت لنا. تتركب كده، ايوه كده اهي. بصوا
هي دي زي ما تكون لعبة صفارة او ميوزك، لو تحطي ايديكي من هنا مثلا وبتصفري بتطلع اصوات جميلة. ويلا بينا ندوق الطعم. طبعا ده لونه وشكله بصراحة شكله حلو وريحته جبنة جدا، فيلا بينا ندوق الطعم. بصراحة هو طعمه جميل جدا، خاصة ان طعم الجبنة واضح فيه جدا، وكمان فيه تكة القرمشة دي بصراحة خطيرة جدا فيه. بالنسبة بقى للتقييم فاحنا هنقيموه من حيث الكمية والطعم وكمان الهدايا اللي جت فيه. بالنسبة للهدية دي فبصراحة انا ممكن اديه بالهدية بالكلام ده 8.5 من 10، لان الهدية مش زي ما كانوا بيقولوا لا دهب ولا سلاسل ولا غوايش زي ما كانوا بيقولوا، وبصراحة طعمه هو اللي خلاني اديه 8.5 من 10. وبكده تكون خلصت حلقتنا يا حبايبي الشطار. لحظة، فين اللايك الجميل اللي انتوا بتعملوه؟ انا مستنياه، بس على فكرة انا شايفة اللي معملش، فيلا اعمله. ولحظة، في كمان حاجة، انتوا فين الكومنتات بتاعتكم الحلوة؟ انا عايزة الكومنتات تبقى مليانة على الاخر. وغير كده اي حد عايز اي حاجة يكتبها لنا في الكومنتات، وطبعا مش هنبخلوا عليكم باي حاجة، وهنجيب لكم المنتجات اللي انتوا عايزينها. باي باي.